السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السردين. طبعا كلنا عارفين ان السردين من افيد انواع السمك. وبعدين وجبة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. يلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. في الاول اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك، ولو اول مرة تتابعوا القناة بتاعتي مطبخ ياسمين سمك اشتركوا فيها. ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا هعمل النهاردة 2 كيلو سردين. سردين بلدي. أحلى نوع للسردين البلدي. طبعا أنا مسكت السردينة بالشكل ده وبتغسليها تحت المية بالطريقة ديت علشان القشر اللي فيها ينزل، بيكون ضعيف. ومعايا معلقة كبيرة من الفلفل، ومعايا حوالي راس توم وكمون وملح وعصير 3 ليمونات. المكونات دي اللي بتاعة التتبيلة بتاعة السردين. ومعايا فلفل وطماطم وليمون وزيت. دول للصينية. اول حاجة هحط الثوم وهضيف عليه الفلفل، وهضيف عليهم الملح والكمون وعصير الليمون، وهقلبهم مع بعض بالشكل ده. وبعدين هقلب السردين في التتبيلة كويس بالشكل ده. طريقته سهلة جدا وبسيطة. وهسيبه في التتبيلة لحد اما اقطع كل الخضروات اللي معايا، اللي هو الفلفل والطماطم والليمون بالشكل ده. ممكن تحطي نوع فلفل واحد، يعني ممكن تحطي فلفل اخضر عادي. وهقطع الليمون برضو شرايح بالشكل ده. والطماطم زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هجيب الصينية هدهنها زيت، وهرصص السردين بالشكل ده كده بأي طريقة انتي حباها. كده بقى جاهز معايا. هبدأ بقى ارص على الوش الفلفل والطماطم، شرايح الفلفل والطماطم والليمون. بيبقوا طعمهم حلو جدا برضو الطماطم والفلفل والليمون. وبعدين هرش عليهم حبة ملح وكمون. وهرش على الوش زيت بالشكل ده كده. بجد بيكون طعمه حلو جدا. وهدخله الفرن على درجة حرارة 240. هينزل مية في الاول وبعدين هيشربها وهيستوي، بيستوي بسرعة برضو.
ودلوقتي هعمل السردين المقلي. حطيت الدقيق وطبعا هقلب السردين في الدقيق بالشكل ده. هنفضه بقى من الدقيق كويس كده علشان ما يبقاش فيه اي كتل من الدقيق. بالشكل ده هقلب كل الكمية اللي معايا. كده قلبتهم كلهم في الدقيق. هسخن بقى الزيت، هسيبه يسخن تماما. هبدأ بقى احط السردين بعد ما الزيت سخن. أكلة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت مفيدة جدا. وكده بعد ما لونه بقى ذهبي بالشكل ده هتطلعيه بقى. ممكن بقى تقليه بالشكل دوت، ممكن يعني تحطي حبة مية كده في ايدك صغيرين وتلزقيهم في بعض كده تلاتات وتقليه بالشكل ده، بيبقى شكله حلو بعد ما بيتقلى. وصينية السردين اهي طلعت معايا، استوى السردين الصينية اللي عملناه مع بعض. وطبعا بعد ما اتقلى رشيت عليه رشة ملح بسيطة ورشة كمون وعصرة ليمون، وهو بقى جاهز معايا. بصوا اللي عملناه 3، شكله حلو قوي، وبجد وصفة سهلة وسريعة وطعمها حلو ومفيدة جدا للولاد. السردين ليه فوائد كتيرة جدا وفيه اوميجا 3 عالية، وحلو كمان للحوامل. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. مع السلامة.